تعال اقول لك على اسرار وخبايا محدش يعرفها خالص ومحدش قالها لك قبل كده عن سر انسحاب الزمالك قدام الاهلي في الماتش الجاي، وهحل لك الفزوره اللي مدوخاك وهفهمك تفاصيل محدش عايزك تعرفها. الحكايه يا معلم باختصار لا هي حكايه مؤجلات ولا هي حكايه ماتش المصري ولا الكلام ده كله خالص. الحكايه اكبر من كده بكتير وكله بالدليل. ومجلس الزمالك لعبها صح وطلع من الحكايه دي كلها كسبان. لا ومش هو لوحده، ده هو والاهلي كمان، وكده الاتنين بقوا حبايب. وعلى فكره الكلام ده على هوا الاهلي، عشان كده الاهلي ما تصدرش المشهد خالص. بس قبل ما نبدا، لو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام ما تنساش تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك وقول لنا رايك في الحكايه ايه. فيلا يا معلم كوبايه شايك الجميله وتعالى عشان هقول لك المفيد وتفهم اصل الحكايه. بص يا معلم، اللعبه كده بالبلدي اتلعبت على المصلحه وانا وانت مش واخدين بالنا. فلو جيت بصيت ليه الزمالك انسحب لازم تبص لثلاث نقط مهمه. اول نقطه فيهم ترتيب الزمالك في الدوري، ودي لازم تاخد بالك منها كويس جدا. الزمالك كده كده خارج المنافسه وضمن المشاركه في الكونفدراليه بشكل رسمي، عشان كده مش فارق معاه الدوري خلاص. بالبلدي كده رمى الفوطه ومش عايز اي حاجه بالدوري. وطبعا هتقول لي وده يخليه ينسحب ليه؟ ما يكمل عادي يا عم. اقول لك نروح على النقطه الثانيه على طول عشان تفهم. اخر مباراه بين الاهلي والزمالك الزمالك كسبها، وده يخليه عايز يحافظ على النقطه دي قبل ما يلعب ماتش السوبر. فالزمالك لو لعب المباراه دي هيلعب ناقص كل نجومه تقريبا، على راسهم محمد شحاته لتراكم الانذارات، وسيف الجزيري وشيكابالا واحمد حمدي للاصابات، وسامسون ايكينولا اللي تقريبا هرب من نادي الزمالك. فكده الزمالك غالبا ما عندوش مهاجمين لان ناصر منسي مش موجود اساسا. وخد عندك بقى زيزو كمان ممكن ما يلعبش المباراة دي لأن تقريبا عنده إصابة، فكده غالبا الزمالك هيدخل فاضي. وخد بالك احنا عارفين إن الأهلي ما بيرحمش في المباريات دي، خصوصا إن داخل بكامل نجومه وكان بيجهز وسام أبو علي للمباراة دي مخصوص. فالمباراة دي كانت ممكن تكون هزيمة قاسية جدا جدا جدا. ومن هنا نتحول للنقطة الثالثة اللي هي مجلس الاداره. بص يا معلم، لو الاهلي كسب المباراه دي فبعديها على طول الاهلي والزمالك هيلعبوا في السوبر، وساعتها الزمالك هيخش بروح ونفسيه سيئه جدا 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 بسبب الهزيمه، والاداره ساعتها الجمهور هيبدا يزمزق عليها وهيبقى موقفها سيء جدا. فليه نعمل كل ده؟ فالحل الافضل هو الانسحاب. الانسحاب افضل حل، وبكده الاداره تحافظ على الفريق بانه يخش مباراه السوبر وهو كسبان اخر لقاء بين الاهلي والزمالك. وغير كده كمان انسحبوا بشكل شيك وبتأييد كل الجماهير وبموقف بيقولوا عليه انه موقف تاريخي. الزمالك هرب من مباراه احتماليه الخساره فيها 90%. لا ومش بس كده، ده كان ممكن كمان تكون هزيمه تاريخية. طيب انت عايز ايه تاني احلى من كده؟ على الناحية التانية بقى الاهلي على هواه الكلام ده كله. ليه بقى؟ ايوه كده يا عم اتفاعل معايا وحسسني انك موجود. اقول لك ليه؟ لان يا عزيزي لعيبة الاهلي مرهقين بشكل واضح جدا، وده باين في كل المباريات اللي فاتت. فخد عندك بقى الاهلي خد 3 نقط بدون اي مجهود، وخد كمان فترة راحة اسبوع كامل وجات له كده من الهوا، ودي تقدر تخليه يستمر في المنافسة على اللقب. مباراة الزمالك ايا كان مين اللاعيبة اللي بتلعب فهي بحد ذاتها مباراة صعبة جدا وكمان غير مضمونة. فالموقف اللي الزمالك خده ده في مصلحة الفريقين. وهنا بقى جماهير الاهلي والادارة بتحيي إدارة نادي الزمالك. تعالى بقى أقول لك على حاجة تانية هتفهم بيها القصة هتمشي إزاي. في حالة إن الزمالك قرر إن هو يريح فريقه ويثبت على موقفه وما يكملش الدوري، استنى بس ما تقوليش بقى ينزل دوري درجة رابعة والكلام الفاضي ده. الكلام ده مش عندنا في مصر يا عزيزي، الكلام ده لا يمكن يحصل في مصر. الكلام ده يحصل مع اليوفنتوس في إيطاليا أقول لك ماشي، إنما في مصر مستحيل. بص القرار هيكون كالتالي. اول حاجه الزمالك مش هيكمل الدوري وهيقدم شكوى في المحكمه الرياضيه. الاهلي طبعا هيرفض الغاء الدوري عشان الخساره الماديه والتسويقيه الكبيره جدا اللي هتحصل لكل الفرق. وطبعا بيراميدز هيرفض الغاء الدوري، ولو اتلغى الدوري هيسحب كل استثماراته من مصر، وهيرفض فكره ان هو يضحي بفرصه المنافسه على اللقب. هيكون الحل بالنسبه لهم ساعتها هو عدم تطبيق اللوائح والقوانين والتحايل على فكره هبوط الزمالك من خلال الماده 45 من لائحه رابطه الانديه المصريه، اللي بتقول ايه بقى؟
اسمع كده، يجوز لمجلس الرابطة بناء على اعتبار الصالح العام والظروف القهرية استبعاد نادي او اكتر عن المشاركة في المسابقات على ان يعود الموسم التالي في نفس المسابقة. يعني بالبلدي كده هيشيلوا الزمالك من الدوري ويكملوا الدوري عادي، والسنة الجاية الزمالك يرجع الدوري ولا كأن حصل اي حاجة خالص. ودي مصلحة جامده موت، جت راحه للزمالك من السما، هيريح اللعيبه طول الموسم، خصوصا ان الدوري ده ملوش لازمه للزمالك اصلا لانه غالبا بعيد عن المنافسه بشكل كبير. فهمت بقى انا بقول لك ليه ان الحكايه اكبر من الانسحاب والمؤجلات؟ بس بجد انا عايز اسقف لاداره الزمالك، لاني لاول مره احس ان اداره الزمالك بتاخد قرار واعي وفي مصلحة الفريق وبتبص لقدام مش تحت رجليها. كده خلصت الحلقة، بس كلامنا لسه كتير، فلو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام ما تنساش تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك وقول لنا رأيك في قرار إدارة نادي الزمالك، وهل انت مع القرار ام ضد؟ سلام.